بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله على نعمة هذا الزمان المبارك، وعلى فرصة جديدة للتوبة وتجديد القلوب وتقويم النفوس. نهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، كل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير وكل مشاهدين ومتابعين شبكة سلام الإعلامية. تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات والعبادات. رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن يرزقنا فيه صدق القرب منه وحسن العبادة. رمضان مش شهر إن احنا بنصوم فيه فقط وبنمتنع عن الطعام والشراب، ولكن هو كمان صيام عن الغضب وعن الأذى وعن كسر الخواطر. هو صيام عن الظلم، خصوصا داخل البيوت وبين أقرب الناس لينا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هنا بتظهر أولا في التعامل ما بين الناس وبعضهم البعض، وفي الكلمة الطيبة، وفي الصبر، وفي الاحتواء، وفي جبر الخواطر. النهاردة هنبدأ معاكم بداية حلقات شهر رمضان الكريم عن رمضان في بيت العيلة، وطبيعة العلاقة ما بين الحما أم الزوج، ما بين أزواج أبنائها، وما بين السلايف ما بينهم وما بين بعض. البيت ده اللي بتجتمع فيه القلوب وبتجتمع فيه النوايا، ولكن أكيد بتختلف فيه الطبائع وطرق التعامل. بتظهر مواقف يومية بتحصل في بيوت كتير جدا ممكن تعكر صفو هذا الشهر الكريم. اختلاف على المطبخ، في مجهود من حد بيبذل ولكن المجهود ده غير مقدر، في مقارنات ممكن تجرح. شفتي سلفتك الكبيرة عملت، شفتي الصغيرة عملت وانتي ما عملتيش، الحاجات دي كلها. في إحساس بالظلم ممكن يكون بسبب إن الحما بتميز حد عن حد. مين بتتظلم في المجهود أكتر وبتتدبس في المطبخ، ومين على طول أول ما الأذان العشاء والتراويح يأذن بسرعة تلبس العباية وتروح على المسجد وتسيب الكل بعد كده في المطبخ، وهي تقول لا معلش ده شهر في السنة وأنا ماليش دعوة بحاجة. طيب واللي موجودين معاكي دول، ما هم كمان عايزين يروحوا المسجد ويصلوا ويقيموا طاعاتهم وعباداتهم، اشمعنى؟ ليه ما بيتمش الأمر بشكل ودي وفي نظام؟ نقطة أخرى، مين اللي ممكن تنزل من بيتها لو هم ساكنين في البيت كلهم مع بعض، تنزل بدري عند حماتها، ومين اللي بتنزل هانم على الأذان، ناقص يقال ليها زي ما ناس كتير بتهزر وبتقول اتفضلي حضرتك أذني وهي نازلة على الأذان؟ هل ده من العدل إن الحما تسيب حد مجهد جدا جدا ويضيع منه الشهر الكريم في المطبخ والمواعين والتنظيف، وحد دايما مرفه وحد دايما بينزل على الجاهز؟ مش من العدل. واللي بيضايق اكتر الزوجات ان هما بيشوفوا ازواجهم بيشوفوا كل ده وقاعدين ساكتين. اللي زوجته مظلومة ساكت على ظلمها، واللي زوجته بتظلم ساكت على اللي هي بتعمله، ما بيقولش كلمة. النهاردة في حلقتنا بإذن الله تعالى هتكون محاولة للفهم، وعلشان رمضان ده يكون فرصة للتهدئة والناس تحب بعضها أكتر وتفتح قلوبها وتجبر بخواطرها، مش علشان نطلع من الشهر ده وإحنا زعلانين وفي قطيعة ما بين الناس وبعضها وفي مشاكل كتير والناس مش طايقة بعضها، وندخل على العيد بمشاكل إحنا جايبينها معانا من رمضان. هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة أشجان يحيى، خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية. السلام عليكم وكل عام وحضرتك بخير يا أستاذة أشجان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ندى، وكل عام وانتم بألف خير يا رب. ربنا يتقبل الطاعات، والحمد لله اللهم اللي آمين. أحيانا لهذه اللحظة. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح اللهم الأعمال. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. تقبل الله يا رب. منا ومنكم يا رب العالمين. بداية يا أستاذة أشجان، ليه رمضان في بيت العيلة أحيانا، لأن مش كل بيوت العيلة بيحصل فيها المشاكل دي، أحيانا بيبقى
ضغط كبير جدًا، جدًا على زوجات الأبناء اللي هم السلايف، وبدل ما يكون شهر هدوء نفسي وروحاني، لأ بيبقى شهر مشاحنات ومشاكل، وبعض الزوجات بتقول دخل علينا رمضان ربنا يستر من المشاكل اللي بتحصل فيه. ليه يا أستاذة أشجان؟ مش مشاكل رمضان دي يا ندى، كل سنة نتوقع إن المشاكل هتبقى أقل، أو إن الناس خلاص بقى من الوعي والناس بقت منهكة نفسيا وصحيا وماديا، فخلاص بقى الناس مش قادرة تشاحن ومش قادرة تضغط على بعضها، وكل واحد عاطي مساحة، سواء الحما لمراتات الأولاد أو العكس، أو البنت لحماتها. ولكن كل ما ده حاسة بسبب الضغوط دي الناس بقت بتضغط على بعضها زيادة. بقينا بنشوف نماذج، بنشوف أشكال من المشاكل، أشكال من المشكلات الأسرية الخاصة ببيت العيلة طوال السنة ليها سمت كده غريب. يعني إمم. تحسي إن الرحمة بقت منزوعة منها، تحسي إلا من رحم ربي يعني، وتلاقي بعض المشاحنات التقيلة والخناقات ودخول الأقسام فبقت بالضبط. الناس مع الضغوط الشديدة بقت برضو المشاكل بقى ليها أشكال أضخم وأكبر وأصعب. فيمكن إحنا عايزين وفرصة إن إحنا في رمضان إن شاء الله وبداية الشهر الكريم إن إحنا نبدأ نجدد النوايا ونحط قاعدة نبدأ بنفسنا بيها، على أساس إن نقلل الضغوط دي. الناس مش مستحملة بعض، فهي فكرة بيوت العيلة دايما ما بيبقاش قصدهم إن هم يضغطوا على، يعني هنقول إن مش قصد الحما إن هي تسبب نوع من أنواع الضغط، بس كل واحد بيبقى راسم شكل معين لرمضان وعايز يخرجه بأفضل شكل وأفضل صورة. يعني الحما بتبقى أخدة قرار لو هم بيت عيلة، وده يعني كل شوية بشوفه مثلا لا أنا عندي الفطار كل يوم عندي، الأم لو هتجمع ولادها الصبيان فكلهم ينزلوا. الفكرة إن أنا لا فكرة إن كلهم بينزلوا قبل الفطار، لا ده كلهم بينزلوا من بعد الظهر يظبطوا معايا الفطار. فكرة القواعد اللي بتتحط، فهي من البداية وإحنا في أول الشهر الكريم ده الضغطة والناس بتخرج منها المفروض ان هي تبقى اكثر هدوءا واكثر ايمانية، والحاجات دي كلها لا بتبقى عندها ستريس. يعني الناس من قبل رمضان بامانة بتكلمني فكرة انا مش عايزة انزل لحماتي عشان جوزي آه. حاطط شرط ان احنا قولي لي بنفطر. أعمل إيه علشان أهرب؟ أو الحَمَاة اللي تقول مرات ابني بتهرب من ده ورايحة بيتهم، وإحنا مش عايزين المناظر دي، وهي كده إمم. بتفرّق وبتبعد ابني وأنا ما عنديش الكلام ده. أو إن آه. هي تقول أنا باعملها فرصة إن أنا باوفّر ماديات ولادي شقيانين، فأنا إمم. باجمّعهم عندي ده جازاتنا. فمن البداية يا جماعة الأمر ده لازم نبقى أول حاجة مجددين فيه النية، ثانيًا ما بنجيش فيه على نفسنا، بس في نفس الوقت بنعمل موازنة، وهي دي الصعبة. يعني هي دي القصة الصعبة في الحوار، ان هي فكره ان احنا ما ينفعش نقول قاعده تمشي لكل البنات وكل الحموات اعملوا كذا، ولكن في خطوط عريضه المفروض ان البيوت تمشي عليها بما يتناسب مع ظروفها، من غير ما اطلع من رمضان بضغط نفسي وعبء مادي. يعني واحده إمم. تقول إمم. اصل انا مراتي الكبير وحماتي شرطه ان هي هتيجي تقضي رمضان عندنا وهتقعد وكلهم هيجوا عندي وانا مش قادره لحاجه زي كده، او حد آه. يقول انا هديها وهي اللي تطبخ. بص شفت اشكال يمكن ما كانتش موجوده زمان، ولكن في متنوعة زمن كتير جدًا. آه. آه. جدًا، وهي المفروض إن الناس بقت يعني الضغوط أشد، لكن الناس عاملاها باب تفريج وباب إن أنا كده يعني عندي سِت هي قالت أنا هادّي لابني مصاريف الشهر، ده أنا كده يعني راحماهم وهيشيلني أنا وأبوه مثلًا، ما عادش إلا إحنا، بس أنا ما ينفعش أقعد غير عند مراتي الكبير، فهي مراتي الكبير ما هيلفّفوا المراتات التانية، يعني قصص كده وتدخلات، إمم. منها النتيجة اللي بنوصل منها إن بيبقى نوع من أنواع الضغط. فأهم حاجة أول حاجة بنجدد نيتنا أيًا كان ظروفِك، أيًا كان ضغوطِك، أيًا كان، تمام. فأنتِ بتجددي النية. إمم. تاني حاجة بنحط خطة تتلائم مع ظروفي كعيلة وظروفي كشخص وظروف جوزي، لإن ده العنصر المهم في الموضوع. طيب، إحنا لمّا هنحط الخطة يعني هنشوف مع حضرتك هنحط الخطة إزاي، ولكن ليه الخلافات اللي بتحصل في بيت العيلة دايمًا أو بنسبة كبيرة جدًا، جدًا بنلاقي الخلافات دي طالعة من المطبخ؟ مين غسلت المواعين ومين لأ؟ مين طبخت ومين لأ؟ مين نزلت من الضهر من الصبح بدري ومين نازلة على الأذان تأدّن؟ مين بتروّق ورا ولادها وزوجها ومين قاعدة باشا ما بتعملش حاجة؟
يعني لمّا تيجي بقى الرجالة ييجوا بقى يتحكموا بقى ويعملوا لهم جلسة كده وبتاع، فتلاقي الرجالة عمالين يبصوا إيه يا جماعة الهيافة دي، مواعين إيه وأطباق إيه ومين كنس ومين مش مسح ومين مش عارف إيه، فيبقوا شايفين إن دي مشاكل بسيطة جدًا إزاي يبقى عليها المشكلة الكبيرة أوي، أوي اللي حاصلة دي، فليه دايمًا بيطلع المشاكل طالعة من المطبخ يا أستاذة أشجان؟ لأن ده أكتر حاجة بتهلك الصحة والوقت والمجهود هو موضوع المطبخ بصفة عامة. حتى لو ما فيش عزومة وما فيش حاجة، هي الزوجة بتدخل من العصر مثلا. عشان كده تلاقيهم قبلها من 3 شهور تخزينات وتفريزات ورمضان وعشان توفري. أنا يعني ما بخشش في المود أوي، لكن هي فكرة إن أنت كل حاجة بتبقى المفروض مجهزة، إن أنا بقف في وقت أقل في المطبخ. ولكن إمم، الظروف في حتة التفريز والكلام ده، ولكن أنا بجدد النية وبجتهد إن أنا ما أقفش كتير، بجتهد إن أنا أظبط دنيتي، بجتهد إن أنا أخلص من بدري. كل واحد بما يتلائم مع ظروف شغله وظروف بيئته وحياته ودنيته. فالمطبخ من العوامل الأساسية الكبيرة اللي بتاخد مجهود كبير، فما بالك ده آه، للفرد، ما بالك بقى إمم، للعيلة. ففكرة إمم، ليه المجهود؟ لأن أنا بحس لو إحنا 3 سلفات، لو إحنا 5 سلفات، مين اللي أخد المواعين، مين اللي بيفرش بس، مين اللي ملبوخة بعيالها، مين اللي قاعدة بترضع البيبي، مين اللي لا ده جاية زي ما انت بتقولي جاية تقدم. أيوه، فالتقسيمة دي عايزة حكمة عالية جدا جدا. يعني عايزة أول حاجة عدل في الأمر من الأم الكبيرة الناضجة. عايزة النقطة التانية استخدام وسائل توفير. يعني أنا باشوف أكتر ناس مطحونة في الموضوع ده الأرياف بصراحة. يعني تبقى البنوتة وهي ما شاء الله معاها آه، شهادة آه. عالية وكده، ولكن تكلمني أنا من محافظة إيه قرية إيه وعند حماتي ما فيش الكلام ده خالص. طبعًا، إحنا وبيبقى في بنجري هلكة، بصراحة هلكة هلاك على البنات. وبيجيبوا حاجات من الصفر. يعني إحنا إمم، جبنا إيه وخبزنا إيه وعملنا إيه. فبصراحة باشفق عليها، وفي نفس الوقت مش قادرة أقول لها اعملي أي حاجة. يعني الوسائل اللي بتنصحيها بيها أو الأمور اللي بتنصحيها بيها بتبقى ضعيفة جدًا، لإن أنتِ محكومة بناس كبيرة وعادات وتقاليد. فهي دي اللي محتاجة شوية يا جماعة نرحرح فيها. إمم، طب إحنا ليه المطبخ ده؟ عشان هو بياخد مجهود كبير جدًا. وفكرة التقسيم من الأم أو التقسيم بين البنات أو التقسيم، وفي سلفات تقف وبناتها لأ، وفي معاها عيال وفي بنات مش متجوزة وفي الجامعة. فهي التقسيمة دي هي اللي بتبقى مداخل شيطان. آه، فعشان كده نجتهد ان احنا كل واحد بما يتلائم مع ظروفه ان احنا نقلل فرص اللي بيبقى فيها مداخل شيطان، اللي هي انا وقفت بقى الاستسعاد. لو عملتي ده مرة اعرفي ان انت احتسبتيه، بس انا مش هينفع اعمل كده بكرة. بتتحط القاعدة، واهم حاجة في الموضوع ده الزوج الزوج الزوج. لان مهما ندي الزوجة نصايح والزوج يقول لها ما عندناش الكلام ده، إمم، إمم. فالموضوع منتهي. فهي اهم طيب أنا حاجة هاتكلم مع حضرتك عن دور الزوج ولكن لاحقًا، خلّيني أتكلم دلوقتي على نقطة مهمة، وهو خطأ كبير بتقع فيه الحما وبيتسبب في مشاكل كبيرة جدًا بين السلايف وبعضهم البعض، ألا وهو التفرقة في المعاملة، يعني مثلًا هي بتميل شوية لمرات الكبير فبتفوّت لها، ممكن تحب قعدتها فيقعدوا يتكلموا سوا وتخلّي الباقي هو اللي يقوم بالشغل، بتميل شوية لمرات الصغير فبرضه ممكن تلاقيها طَب معلش اعملوا أنتم، أصلها لسه عروسة جديدة، ممكن تكون متجوزة بقى لها سنتين 3 بس برضه هي ليها مزاج يعني إن هي تقعّدها وما تخلّيهاش تتعب، دايمًا مراته الوسطاني كده، الوسطاني ومراته دايمًا مظلومين في كل حاجة ما تعرفيش ليه، صحيح. فالتفرقة دي ليه يا أستاذة أشجان وبتعمل مشاكل؟ هي ما بتبقاش في رمضان بس، هو بيبقى نتيجة تعامل عام. يعني هو مدى قرب وبُعد الابن من الأم، فبالتالي ده بينعكس على الزوجة. إمم، فبالتالي هو رمضان هو مراية بتعكس واقع مش أكتر. يعني إيه؟ يعني الحَمَاة اللي بتحب اللي لسانها حلو، مرات الكبير اللي بيصرف عليها. يعني عندي أم مثلًا هو الابن اللي شايل أبوه وأمه، خلاص طلعوا إمم، على المعاش. فهي خلاص ده مرات الكبير بقى، ده بيجيب لي، ده بيعمل لي. فمهما تكون البنت يعني تصرفاتها تقيلة بيقبلوها، والدنيا ده مرات الكبير زي ما أنتِ إمم، بتقولي كده. فهي رمضان هو بيعكس، هو مراية للتعامل الطبيعي والمكانة الطبيعية لكل ابن وكل زوجة. ولكن لو ما تتحط، يعني لو ما حطيناش في اعتبارنا فكرة العدل في الموضوع، فكرة إن إمم، أنا هاتحاسب على إمم، حاجة زي كده، وحتة إن أنا ما دام أمرت فلازم أهوّن أودّي بعض الأمور أنا كحَمَاة. إن أنا ما دام أنا باعِز مراتي الكبير، بس ما ينفعش إن أنا يعني أبغددها أو أدلّعها أو آجي على الآخرين عشان خاطرها. فده شوية إحنا بنبقى مجددين النيّة فيه وحاطين في حسابنا إن أنا كده
أخاف يكون واقع عليا ظلم. هي الفكرة إن الحما تعي هذا الأمر، إن الأم تعي هذه النقاط الصغيرة، إن السلفات التانيين لما يبقى في مواقف ومش قادرين يكلموا فده نوع من أنواع القهر. خلي بالك ممكن ناس تقول لك ما عادش والله الناس بتعزم زي زمان وما عادش ما اعرفش ايه واحنا بقينا، او نسبة المغتربين اللي بقت كتير جدا، ولكن بتبقى هذه الامور موجودة يا جماعة مم. وبكثرة في بعض المحافظات وبعض القرى وبعض طبعا. البيوت العيلة اللي متمسكين بالكلام ده كله، ان هي طبعا. الشهر كله احنا اه. اكلين عند حماتي الشهر ناهيكي إن كله. لو هي الحما عندها بنات لسه مش متزوجات، فهي طبعا بتخليهم دول طبعا بشوات، وبتخلي إلا من رحم ربي طبعا من الحموات اللي عندهم يعني فهم في الدين وفي الأصول، تخلي دول بناتها ما يعملوش أي حاجة، ومراتات ولادها بيخدموا عليها وعلى بناتها. ايوه هي دي بتبقى يعني بصراحه زي ما بقول لك كل مدى انت بتتوقعي ان خلاص الدنيا ما عادش فيها الكلام ده، لا بتيجي المشكله ترجعك امم. بتاع 16 17 سنه بنفس الاحداث بنفس التفاصيل، الناس اللي لسه واقف الزمن بيها ان لازم نعمل كذا ونعمل كذا. اه. اه. ففعلا فعلا الحما لو ما دخلتش العزايم دي باشكال مختلفه كانت بتعملها السنين اللي فاتت، فانا قررت اجدد من نفسي. طب لو هي ست كبيرة معلش أنا كابن لازم أتكلم معاها. هنا بقى امم. الأدوار العملية، مش هنقعد نقول تمام تمام تمام، لا أنا كابن أو كزوجة ابن أو يعني بنتها، ماما مش هينفع نعمل كذا، أو خلي بالك لازم نراعي كذا، أو نحط وسائل. أو أنا كابنة ومش عارفة، أو مرات ابن ومش عارفة امم. أتعامل مع حماتي إزاي، أنا في إيدي شوية حاجات أبقى أعملها. مش هنقول هنفرضها، ولكن بدخلها في الشكل العام ان انا بهون بيها على نفسي. يعني لسه طيب. هنقول حته طيب أنا انا هاعرف مع حضرتك أهوّن بيها على نفسي إزاي، ولكن دور الزوج مهم جدًا، جدًا يا أستاذة أشجان، سواء اللي شايف زوجته مظلومة مُجهدة جدًا، جدًا وتعبانة، ويعني فعلًا، فعلًا بعض الأزواج بيقولوا والله أنا ما باشوفش مراتي في رمضان، ده طول النهار تحت يعني زي ما يكون المطبخ ده خلاص بقت ما تخرج من المطبخ على مبلولة يا عيني وتعبانة وهلكانة، وأنا طبعًا مش في حساباتها، ويرجع يقول إن ناسياني ومطنشاني وطول النهار بالإسدال. طب ما أنت يا عم شايف الوضع اللي هي فيه، وما يتكلمش أبدًا، شايفها كده وشايف الظلم عليها وساكت. وزوج آخر شايف مراته باشا، وبتعمل اللي هي عايزاه، وحماتها مدللاها، ومش بيقول كلمة حق ولا كلمة عدل، فالنموذجين دول نعمل معاهم إيه ودورهم إيه في الوضع ده؟ هو الدور هنا لازم ابقى فاهمه انا كزوجه اول حاجه الوضع العام ماشي ازاي. يعني انا اللي ببقى داخله على عيله، فببقى شايفه القاعده بتاعت العيله ماشيه ازاي. يعني انا بدخل اول حاجه انا ما بغيرش قواعد حد. يعني مثلا انا لما اقول انا ما فيش نزول خالص من بيتي، انا فتره 30 يوم في الشهر في بيتي، فنبدا بقى فالزوج لا انا ما ينفعش هزعل امي. فاول حاجه انت داخله على عيله بعاداتها، اول حاجه بنشوف ايه العادات دي، معرفه الامر معرفه العادات دي. تاني حاجة أنت كزوج لازم يبقى فيه نقاط واضحة وصريحة، بس هي الفكرة ضعف الشخصية وقوتها، يعني مكانة الابن وشخصيته. في ناس شخصيتها قوية لكن ما يقدرش يزعل أمه، ما يقدرش يزعل أبوه، مادياته تعبانة. فهو إحنا مثلا واحدة تقول ابني ظروفه صعبة وأنا مخليه 30 يوم هينزل ياكل عندي. إمم. فأنا إمم. ودي على فكرة ده يعني بعنوان بقى كتير شوية في الزمن اللي احنا فيه ده، ان هي تقول صعبان عليه، ده هو بيشتغل سواق، ده هو بيشتغل كذا، ده بيشتغل شغلانتين، إمم. فالظروف فينزل كده كده ابوه والمعاش واللي هناكل منه هم ياكلوا معانا منه. إمم. ففكرة أول حاجة إن أنا كزوج بقيم الوضع العام بتاع عيلتي. يعني هي يمكن فكرة إن الزوج بيسمعنا أو لأ، بس هي مهم جدا جدا إن أنت تطلع من رمضان مش خاسر حاجات كتير من النفسية والضغط والأعصاب. طبعًا آه، والعلاقات، لإن في إخوات الولاد بيقاطعوا بعض بسبب مشاكل زوجاتهم مع بعض. أيوه والله يعني في فعلًا حاجة شبه كده، فكرة إن هو شايف إن مامتي بتفضّل مرات أخويا وأنا أصلًا طول عمري كذا، وبتطلع بقى عقد ونفسيّات. فهي فكرة إن أنا كابن لازم أبقى فاهم كويس جدًا، أنا مش هاغيّر في نظام، ولكن باجتهد بأقل الأمور باحقق المعادلة اللي هي الموازنة بين تواجدي تحت وبين وجودي وسط الأسرة دي، وجودي وسط مراتي وسط عيالي. تحقيق المعادلة دي أنا شايفة إن رمانة الميزان الأساس فيها الراجل، 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 الراجل. يعني إمم. فكرة أنا كزوجة
انقل الصورة بشكل صحيح. يعني يا فلان احنا محتاجين السنة دي، انا عارفة ان مامتك كل سنة بتعزمنا، بس مثلا انا شايفة ان احنا خليها يومين ويوم، خليها اطبخ وانزل، خليها هنزل بس فكرة ان حد لما يجي الامر مختلف. يعني حطي بما يتلائم، وما تنقلوش يا جماعة من اقصى اليمين لاقصى اليسار. يعني واحدة لما تاخد قرار وتكلمني وتقول لي انا مش نازلة خالص يا خالته 30 يوم، واخدة قرار هقفل عليا شقتي، ممكن تحققي ده، بس طلعتي من رمضان بنفسية صعبة، حماتك اتشالت منك، ضيعتي عليهم بقى كل إمم. يوم زعلانين ساعة الفطار. جوزك نفسه، يعني في زوجة عملت كده والزوج قال لها خلاص انا هنزل افطر معاهم وابقى اطلع اشوف انت هتعملي ايه، ناكل بعدها بقى واقعد قبل ما ننزل التراويح. فطبعا تمزيعة محترمة يعني. هي مش الفكرة مش وضع طبعًا. منطقية. طب يا أستاذة أشجان، وفي قبل الختام لإن إحنا حلقتنا خلاص بتنتهي، الزوج اللي زوجته مظلومة وبيخاف يكلم أمه ويقول لها مثلًا يعني معلش يا ماما بلاش تخلّيها تقف كتير في المطبخ، طب وزّعي المهام عليهم. هي بعض الزوجات تقول أنا زوجي عفوًا بين قوسين جبان جدًا وبيخاف من مم. أمه، ده مش احترام، إحنا ما بنتكلمش على الاحترام والبر، لأ. إيه اللي هيجرى لك لمّا تقول كلمة حق وتقول لأمك يعني ارحمي زوجتي شوية، إيه اللي هيحصل؟ هو فكرة إن هو يصل لمرحلة إنه يقول فكرة المعرفة، إنه يبقى فاهم إن دي حاجات مزعجة. الرجالة أغلبها يقول لك ساعتين غسلت فيهم الدنيا ما اتهدتش، ما حصلش حاجة. فهي فكرة تهوين الأمر أو تبسيطه، إن أنا غسيل المواعين، لم السفرة، تظبيط حاجة، تحمير الأكل، كلها يا ستي ما أنت أخدة ثواب، يعني زادت إيه؟ زدنا اتنين، زدنا أربعة. فما بيحسبهاش الزوج إن ده وقت مهدر، وإن دي طاقة بتضيع، وان ده مجهود بيبذل ومش مفيش فيه تقدير. فلو انت ده مجبر كزوج ان انت، يعني الزوج بقى لو اتحط خلاص، فننتقل للنقطة التانية، فكرة التقدير. ان انا بقدر زوجتي وهي بتعمل ده، ان انا بشكرها قدام امي وقدام امة محمد ان هم قاعدين، ان انا بقول لها خلاص كفاية عليكي كده وتعالي. التعليق العام ده بيفرق في نفسية الزوجة لما حتى تقول كده. انما مش فكرة هي واقفة وبتغسل المواعين وسلفتها نزلوا او قاعدين او مش موجودين او ويقول لها طب اعملي لنا الشاي بقى وانت واقفة بقى معلش بالمرة. إمم. فطبعا بتحس انها انا في الطاحونه، او حد يقول هننزل نصلي وانت بقى آه. كملي لم البيت، او هم قاعدين هم بيتحلوا بيتفرجوا على حاجه وهي قاعده مكمله. فلا يا جماعه، يعني هي فكره التقدير، وفكره ان انا على قد ما اقدر بعد ما تخلص خلاص انت كده غسلتي النهارده. لو انا كزوج مش قادره اعلق، والله بقول بعض الكلام اللي هي والله طب هي كده يومك، هو انت يومك النهارده في غسيل؟ اجتهد مع ده، ان إمم. انت تنصف زوجتك قدام الآخرين. ده في حد بالضبط. ذاته على فكرة ممكن لو حصل الزوجة تغسل بنفسه، انها تقول خلاص ما دام الوضع لن يتغير. انا بتكلم يا جماعة في الامور اللي ما فيش فيها بدايل، انا بتكلم الواقع المفروض، مش الحاجات اللي احنا نقدر نعمل فيها ونقدر نحط فيها. يعني بمعنى ان انا لو انا مجبور عليا الامر وان انا هنزل في حاجات وسائل مساعده. يعني ايه وسائل مساعده؟ ان احنا بنجيب اطباق فوم كتير وكوبايات للاطفال، فكده انا إمم. شلت جانب كتير من المواعين. ان انا على قد ما اقدر الحاجات ان انا الصبح بدري انزل اعمل ده، وبعدين اطلع شقتي وانزل متاخر لو انا نازله عند حماتي. إمم. فالصبح بدري ايه المشكله؟ اصحى انزل اعمل ولا على لحمه او على فراخ او اظبط ان انا لو اعرف اعمله فوق، وبعدين ابقى انزل. ان انا حماتي تعمل طب انت طالبه مني ايه، فانا بحدد لها ان انت اديني جزء معين. فالمهم في وسائل عمليه للي هي راحه ناحيه الفرض ان انا مش هغير ده. إمم. فكرة ان انت تعرفي تظبطي بيتك وبشكل اخف ضررا ولا عشان الصلاة يا جماعة، فاحنا معلش تمام. حتة المواعين دي هناكل كلنا في الفوم مثلا، يعني إمم. الرجالة إمم. بس اللي كام طبق. يعني حطوا وسائل ان احنا فكرة ان احنا بناكل، طب احنا هنفرد ورق كبير بتاع الاكل ده عشان ما يبقاش فيه مسح وبتاع. بنظبط ان احنا بنطبخ اصلا في الحقيقة بتوع الالومنيوم ده مرتين، ومرة يبقى يومين إمم. فيه مواعين ويوم لا. تمام. تمام. فكل دي وسائل مساعدة إن أنا بقلل فرص نقدر وقت. نقلل بيها الجهد. طيب أخيرًا يا أستاذة أشجان، في 30 ثانية توجهي كلمة لكل الحموات اللي بيشوفونا دلوقتي وهُم في بيت عيلة وبيتعاملوا بهذا النهج مع زوجات أبنائهم، تقولي لهم إيه؟ أول حاجة إن إحنا بندور على حسنات جارية من التعامل مع البنات زوجات الأبناء واللي داخلة عليكي عيل. لما أنت هتبصي فكرة بقى إمم. اعمليها زي بنتك، هتقول والله بعملها زي بنتي وربنا اللي عالم، ده هي اللي شايلة مني لا، أنت لما تاخدي إن أنا عايزة ده يكون باب إدخال حسنات وإدخال سرور ورحمة،
هتفرق معاك إن أنا يعني هادخل ربنا من الباب ده أهو وهكتر فيه عشان ربنا يبارك لي، عشان ربنا يعيني. المراجعة النقطة التالتة، فكرة أنا كحما أراجع هو أنا أصلي ظلمت، هو أنا لأن في ما بيبقاش واخدين بالهم صراحة في فكرة إن أنا ما ببقاش واخدة بالي في التعامل، أو إن أنا بتعامل بنفسية مسبقة، ده أصلها ما ولدت عملت إيه ووالدتها إيه. فعلى قد ما أقدر إن أنا بطلع رمضان ده إن أنا هو أساس رمضان ربنا بيجيبه لنا في توقيت سبحان الله كل سنة شهر مختلف، يعني تلاقي 2 و4 و3 و5 وصيف وشتاء، فربنا بيجيبه في التوقيت اللي احنا فعلا بنبقى خلاص أنهكنا فيه، فربنا بالضبط. بيجيبه لنا فرصة لتجديد كل حاجة. هو شهر تمام. 30 يوم، فاحنا ناخده ان هي مش بس الصيام ومش القيام في أعمال أخرى يا جماعة والله مداخل كبيرة جدا لرضا ربنا. فخدي ان انت لو كحامة امر التخفيف والتهوين، وان دي مداخل ان ربنا ادخل تمام. بيها في رحمته وان يتقبل منها. وانت كزوجة ابن نفس الشيء، جددي النية لو انت مجبرة على وضع، حطي وسائل عملية، بلاش بقى فكرة العياط وفكرة ان انا بعمل كده كده الحاجة بتتعمل، فبلاش تتعمل بسيئات وتتعمل بنفسية سيئة إمم. وتتعمل بضغط نفسي. فلو كده كده انا بالضبط. بعمل حاجة بجدد النية وبدعي فيها تمام. وبستغلها بشكل صحيح. إمم. تمام، ربنا باشكرِك جدًا في يتقبل منك. النهاية أستاذة أشجان يحيى خبيرة العلاقات الأسرية والزوجية على وجودِك معانا، شكرًا جزيلًا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. في ختام حلقتنا النهارده إحنا هنوجه 3 رسايل من القلب، الأولى للحما: يا كل حما، رمضان فرصة تكوني سبب فيه لأجر وسكينة، مش سبب فيه لحزن أو تعب أو غضب لحد من زوجات أولادك، ولا قدر الله واحدة فيهم تشعر بالظلم فتدعي عليكي في شهر كريم. اوعي تحطي نفسك في موضع زي ده. ولكل واحدة من زوجات الأبناء السلايف: خليكم متعاونين مع بعض، حبوا بعض كأنكم إخوات فعلا، وحسوا ببعض. ومش شطارة إن واحدة تدبس الباقي في كل الجهد والتعب خلال اليوم من الأكل والفطار وتطلع على المسجد، ما كلهم نفسهم يروحوا المسجد. مش شطارة منك إنك تعملي ده بالطريقة دي، ولكن الشطارة إن احنا تبقى قلوبنا على بعض ونقسم الجهد علينا مع بعض، لأننا في شهر كريم نتقاسم الجهد ونتقاسم الأجر بإذن الله تعالى. والكل زوج مهم جدا جدا، انت ميزان العدل في البيت ده ما بين زوجتك وما بين والدتك. كلمة بتقولها في الوقت المناسب وحدود بتحطها ممكن تحمي البيت كله من مشكلة كبيرة ومن وجع ممكن يحصل طول الشهر الكريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خلوا رمضان يعدي علينا بقلوب سليمة، نحفظ الود ونكبر بخاطر بعض. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.